كل اللي فات تسخين واللي جاي بذكريات 2020 القادية ممكن أخرى التاسعة على حساب نادي الزمالك في السوبر الأفريقي. أنا عايز أقول لك يا جدعان إن الأهلي النهارده ديّة يعني زي ماتش تدريبي كده، الأهلي نازل النهارده بيتمرن مع جورمايا يكيني استعدادًا للسوبر الأفريقي، الأهلي بيعمل أداء جامد جدًا كالعادة. أنا عايز أقول لك إن الأهلي بادئ الموسم بداية تاريخية، 3 رايح و3 جاي والزمالك هناخده الدور الجاي. ما علينا، أنا عايز أكلمك النهارده في شوية حاجات كده. أنا أكتر حد هاتكلم عليه يحيى عطية الله، يحيى عطية الله اللي في ناس أهلاوية انتقدوه الماتش اللي فات، عايز أقول لكم ريحوا كده واتهدوا واتبطوا. أنا عايز أقول لكم زي ما قلت لكم اللي في فيديو عن الماتش اللي فات، أنتم أقل بكتير أوي من إن أنتم تقيموا واحد بيلعب دولي، واحد متمرس، واحد عنده إمكانيات عالمية. ده ما ينفعش يتقيم، ده لو راح في أي نادي هيثبت نفسه وهيعرف كل إن هو قد إمكانيات أي فرقة بيروح لها. يحيى عطية الله إن شاء الله هيسد مكان علي معلول وهيبقى جامد جدًا، وبيعمل حاجات حلوة جدًا، وبيخترق من العمق، وبيخش ال18، بيعمل اوفرات عالمية، وبيعمل اسيستات عالمية. تاني ماتش ليه بيعمل اسيستين بجونين. يحيى عطية الله هيبقى جامد جدًا، دي حاجة. الحاجة التانية يا جدعان رامي ربيعة، يعني أنا محتار فيه أوي. رامي ربيعة بيقدم مستوى من أحسن مواسمه في تاريخه أصلًا، يعني بعد ما كبر بيعمل مستوى من أحسن مواسمه في تاريخه كلها مع النادي الأهلي، وإن شاء الله يستمر الموسم ده زي ما هو. رامي ربيعة لو فضل على كده هيفضل أساسي، بصرف النظر بقى عن يوسف أيمن وأشرف داري، يعني ممكن يلعب هو وأشرف داري، لكن أنا باقول لك إن الماتش الجاي هيلعب برامي ربيعة وياسر إبراهيم. النادي الأهلي يا جدعان بيعمل مستوى كويس. أنا عايز بس أتكلم على طاهر زي ما بنطلع ننتقده، النهارده جاب جون لازم نطلع نشيد بيه. كهربا النهارده لما نزل عمل فرصتين الاتنين اخطر من بعض، ولكن كالعاده هو بيضيع، محتاج شويه تركيز. ولكن النهارده يا جدعان انا فرحان ان اسامه ابو علي جاب جون. اسامه ابو علي لما بيجيب جون بيفتح على الرابع، فتح النهارده، وهنشوف الحنفيه في الماتش اللي جاي ان شاء الله. اتمنى ان الماتش الجاي نكسب، وتعالى بقى نتفرج مع بعض على احتفال الدرع الدولي.